السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ طبعا اغلبنا كبار وصغار بيحب الكوكيز. النهارده ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهنقول البدايل لكل حاجة مش موجودة، لان الكوكيز الاصلي طبعا بيستخدموا فيه حاجات ممكن تكون في اغلب الاماكن بتاعتنا مش موجودة. ان شاء الله هنقول البدايل وان شاء الله هيطلع معانا شبيه الكوكيز الاصلي في الطعم. اول حاجة عندي كوباية الا تلت من السكر البني، والبديل بتاعها سكر ابيض وعليهم معلقة من العسل الاسود. عندي كمان ربع كوباية من السكر الابيض، عندي بيضايه وعندي كيس فانيليا، عندي كمان 3 او 4 معالق من الشوكولاته شيبس، وده اساسي في الكوكيز علشان بيدي طعم وشكل حلو جدا. عندي كمان هنا شوكولاتتين صغيرين انا قطعتهم علشان بيخلي الطعم اغنى، دي شوكولاته بالحليب لكن استغنى عنهم لو انت مش عندك. عندي كمان 100 جرام من الزبده السايحه، يعني نص كوبايه من الزبده. عندي هنا نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، مش البيكربونات الصوديوم اللي بتتجاب من عند العطار، لو مش متواجده او مش متوفره استغني عنها واستخدمي بدلها البيكنج باودر. عندي كوبايه ونص وعليهم معلقتين من الدقيق. طبعا هنجيب اول حاجه الدقيق بتاعنا، وهنجيب عليه رشه من الملح، رشه بسيطه خالص، وهنحط عليه البيكنج صودا وهنقلبهم كويس مع بعض. والدقيق بتاعي انا نخلاه مرتين، هحطهم على جنب. وبعد كده هجيب بوله فاضيه تماما وتكون ناشفه، هحط فيها الزبده وهنزل بالسكر الابيض والبني وهقلبهم كويس مع بعض. انا مش محتاجه المضرب الكهربائي، انا استخدمت المضرب اليدوي علشان هو بيدوب بسرعه ومش بياخد وقت، خاصه لو السكر بتاعك حبيبات وناعمه. قلبتهم كويس مع بعض، وبعد كده هنزل بالبيضه وهنزل عليهم برشه من الفانيليا سواء كانت باودر او سايله، المتوفر عندك استخدميه. هقلبهم بقى كويس. اول ما ابتدي اقلبهم هتلاقوا الخليط بتاعنا يعني لونه افتح طبعا تماما، والقوام بتاعه اختلف تماما. هو السكر يعتبر داب بنسبه 90%، مع التقليب طبعا هيدوب اكتر. بعد كده نزلت بالدقيق بتاعنا على دفعات، على دفعتين، تقدري تحطيه كله مره واحده. انا قلبت بالاسباتيولا، هو مش محتاج عجن كتير ومش محتاج ان انا اعجنه بايديا. هحط كمان معاه الشوكولات شيبس واحط معاهم قطع الشوكولاته وهقلبهم كويس مع بعض. في الاول هتحسي ان القوام بتاع الكوكيز سايل شويه، لو حسيت ان هو سايل اول ما تدخليه التلاجة هيبرد، وهي طبعا قوامه هيمسك لان الزبده بترجع تمسك نفسها تاني. فانت تدخليه التلاجة، انا قعدته اكتر من ساعتين، تقدري تخليه من الصبح بالليل براحتك جدا، كل ما سيبتيه اكتر كل ما كان افضل. وبعد كده كورته بقى بالشكل ده او بالمعلقه علشان يكون نفس الحجم، ودخلته في الفرن على درجه حراره 180. قعد معايا 12 دقيقه وممكن يقعد اكتر على حسب نوع الفرن بتاعك، بس مش بياخد اكتر من 20 دقيقه. اول ما تلاقيه اصفر من تحت بتولعي عليه شويه من فوق علشان يديكي قرمشه تكون حلوه جدا. هو بيكون طالع من الفرن بيبقى طري، اول ما بتسيبيه بيهدى وبيبرد بيمسك نفسه بالشكل الحلو ده. اتمنى دعوه حلوه من قلبكم، واتمنى تكون الطريقه سهله عليكم. ان شاء الله اشوفكم في وصفات تانية كتير.